أحب أشكر صاحبتي المهزأة اللي معايا في الشغل. صاحبتي في الشغل اسمها ريهام، كل ما تكون مكتئبة تتصل بيا علشان أروح لها مكتبها وانطق اسمها، وأكيد توقعته ليه علشان أنا للأسف ألدغ في حروف كتيرة. وطبعا أنا أول ما بقول لها أخبايك إيه يا ريهام بتموت على نفسها من الضحك. الموضوع كان عادي بالنسبة لي، وبالعكس كنت بكون مبسوط علشان ربنا خلاني سبب في فرحة الناس، والدنيا كانت تمام لحد ما لقيتها امبارح بعد الشغل بتتصل عليا وبتقولي يا اياد انا مخنوقة جدا، ممكن تبعت لي فويس بصوتك وانت بتغني؟ ويا سلام بقى لو الاغنية اللي بتقول انت مغرور، انت معدوم الشعور، انت زي الزينة ديكور بتاعت عمرو دياب. ومش عارف ليه طوعتها وبعت لها الفويس، بس فرحت لما لقيتها اتصلت وكانت فرحانة جدا وكانت بتضحك ضحك مش طبيعي. المشكلة بقى لما لقيتها بتقولي في نص الكلام ربنا يفرح قلبك ويسعدك زي ما انت ما مفرحني كده، ويا ريتها سكتت وخلتني اتبسط بالكلمتين الحلوين دول. لقيتها كملت كلامها وبتقولي ويا رب ربنا يزيدك اعاقة كمان وكمان. انا هنا بقيت محتار وما بقيتش عارف اعمل ايه، اشكرها على الدعوة الاولى ولا اشتمها واهزأها على الدعوة التانية.